النخلة وهي تعني الكالتشر أو الثقافة أو إحنا التراث اللي بالمملكة العربية السعودية، وشعار الاتحاد السعودي هذا هو شعار جديد. ولكن دائما نتفق على شيء واحد، وهو حتى وان اختلفنا في بعض الاختلافات في الميول والأندية، ولكن نتفق دائما على اسم المملكة العربية السعودية. عمل أكثر من رائع على المستوى عمل فني وعمل إداري وعمل منظومة أكثر من رائعة اللي عملت في الفترة السابقة. عمل جبار جدا، وصلنا إلى مرحلة ليست بالسهلة أيضا أمام أصعب المجموعات. هذه تعتبر ممكن من أصعب المجموعات اللي مرت في تاريخ التصفيات، ولكن صامدين في المراكز الأولى بنفس النقاط. وأيضا طموحنا أكبر، فقط ما لا ننظر إلى الأمور اللي تحدثت عنها، يجب أن ننظر على شيء واحد: كيف نقف صفا واحد حتى نكون في روسيا باسم المملكة العربية السعودية. الجماعية والرغبة، يعني الستيج اللي انت شاهدته قبل أجيال بمختلف الميول، ولكن كلهم اتفقوا أو في ثنايا الحوار كلها تتكلم عن المملكة العربية السعودية، وإحنا كوطن واحد، وكيف نفكر وإحنا في المعسكرات حتى وإن كانوا عانينا وقاسينا. وهذا ما نشاهده في هذا الجيل الحالي اللي يتحد من أجل المملكة العربية السعودية. وكل أمل إن شاء الله، ومتأكد إن شاء الله بإذن الله أن هؤلاء النجوم يستحقون أن يكون في مونديال روسيا وما بعد روسيا. ولكن في هذه الحقبة أيضا وفي هذا الزمان وهذه الظروف أيضا ما يقدمون لاعبين المنتخب السعودي يدعو إلى التفاؤل، فيجب على الجميع فقط أن يدعم. يعني أنا أتفائل في رمضان، والتفاؤل يأتي من هذا الشهر الفضيل، ومرت علينا حوادث كثيرة، لكن ليست فقط محصورة. عندنا 3 جولات ذهبت 2 مهمة، بقت 3 أهم، كلها منتخبات قوية: استراليا، الإمارات، اليابان. ولكن 9 نقاط، متى ما استطعنا أن نصل ما بعد 18 نقطة 18 وما بعد 18 نقطة، أعتقد أن احنا ممكن نكون قريبين.